نار يا حبيبي نار. الدوري المصري على صفيح ساخن، 4 أندية بتتنافس على القمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا. مباريات الفرق اللي باقيالها علشان نشوف مين اللي هيتصدر الدوري. أول فريق معانا النادي الأهلي، عنده سموحة ثم زد ثم المقاولون العرب ثم طلائع الجيش. تاني فريق معانا سيراميكا كليوباترا، عنده الإسماعيلي، عنده وادي دجلة، عنده البنك الأهلي. بيراميدز عنده المحلة والزمالك، حرس الحدود والبنك الأهلي. أما نادي الزمالك فعنده زد وعنده بيراميدز وعنده الاتحاد السكندري وعنده إنبي. مواجهات على صفيح ساخن، مواجهات نارية. برأيك أنت كمشجع شايف الأهلي مبارياته أسهل ولا سيراميكا ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ مع احترامي لكل الفرق، مفيش مباريات سهلة، كل المباريات صعبة. شفنا غزل المحلة عطل النادي الأهلي، شفنا النادي الأهلي بيبقى في مباريات سهلة وبيفقد نقاط. شفنا بيراميدز الموسم الماضي فقد نقاط أمام البنك الأهلي، فقد نقاط أمام فرق ما كانش حد متوقع انه يفقد نقاط قصادها زي فاركو. شفنا نادي الزمالك واستفاقة وتحقيق 5 انتصارات. شفنا سيراميكا وصعوده في كأس مصر وأداؤه المتميز رغم خسارته من بيراميدز. مباريات على صفيح ساخن. انت كمشجع شايف مين الأقرب انه ينهي الدور الأول في الصدارة؟ واكتب لنا الترتيب كده في الكومنتات. متابع على المشجع مع أحمد، لايك وشير وسبسكرايب يصلك كل ما هو جديد مع صفحة المشجع مع أحمد.